السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب الورديان، اهلا بكم في ملعب الورداني. حلقة النهاردة كالعادة بوم البوم وكلها سسبنسو واثارة والفولت عالي ومالي على الاخر. النادي الاهلي بيتعادل مع مازيمبي الكونغولي في ماتش الذهاب في الدور قبل النهائي من دوري ابطال افريقيا، وبيضع قدما خدها على ضمانة اخوك وحبيبك الوردانيتو. النادي الاهلي بيضع قدما في نهائي دوري ابطال افريقيا، ومصطفى شوبير يواصل التألق. مصطفى شوبير اوفا العالمي اللي لحد دلوقتي عامل كلين شيت مع النادي الاهلي. هنوضح كل حاجة في ماتش النهاردة، كل الايجابيات والسلبيات والامور الفنية، وفي اخطاء من مارسيل كولر واخطاء من بعض اللاعبين في النادي الاهلي. بس في البداية رجاء من كل اخواتي وحبايبي قبل ما نبدأ في الحلقة مع بعض نصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ويا ريت ندعي لوالدي بالرحمه والمغفره. اللهم ارحم ابي رحمه واسعه واغفر له واجعل مرضه شفيعا له يوم القيامه. اللهم نور قبره واجعله روضه من رياض الجنه. اللهم اسكنه الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وموتى المسلمين اجمعين. ربنا يحسن خاتمتنا جميعا. ربنا يحفظ اخواتنا فلسطين وينصرهم ويزيل هذا الكرب والبلاء الغاشم الضعيف، امين يا رب العالمين. وما تنسوش يا حبايبي الورديان فضلا وليس امرا قبل ما نبدا في الحلقه مع بعض اللايك والشير وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بننزله. احنا مكملين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعمكم المستمر لينا وانتوا رزقكم يا حبايبي الورديان. ويلا بينا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لكم النادي الاهلي، قلت لكم الاسد ممكن يمرض لكن لا يموت، وهو ما بيحصل له دروب وهو في اسوأ حالاته بيعرف ازاي من اين تؤكل الكتف، وبيعرف ازاي يجمع ويحشد قواه تاني ويقف على رجله من تاني. هو ده النادي الاهلي. واتكلمنا ان في عوامل مهمة جدا عشان اقدر احقق الفوز. التعادل بالنسبة للنادي الاهلي مش اللي هو الحاجة يعني اللي ما حصلتش. اتكلمنا عن عوامل كتير جدا، اهمها التكتيك وبداية التشكيلة الصح من البداية. ده كده ده بسم الله الرحمن الرحيم اهم حاجة. وحالة اللعيبة فنيا ونفسيا وبدنيا وكل الكلام ده لازم يكونوا مركزين وفي حالتهم بنسبة 100%، وعندهم روح وجرينتا لاخر نفس والاخر ثانية في الماتش، ويلعبوا بشخصية وتاريخ النادي الاهلي. عوامل كتير جدا مش كل العوامل قدر اللعيبه يحققوها النهارده، لكن في عوامل كتير جدا قدروا يحققوها. ومنهم العامل اللي اتكلمت عنه في حلقه امبارح، قلت النادي الاهلي لازم ينزل يكون في عنصر المفاجاه، ولازم يكون في مباغته، ولازم يكون في الجانب الهجومي والتدعيم بالناحيه الهجوميه، ولازم يكون في شراسه هجوميه مع التغطية العكسية، ولازم يكون في توازن برضو في الناحية الدفاعية. الناحية الدفاعية النهاردة في النادي الأهلي لحد الدقيقة 70 في الشوط الثاني زي الفل ومفيش أي مشاكل، مع إن كان في بعض الأخطاء بسيطة من محمد هاني ومن محمد عبد المنعم، لكن في المجمل دفاعيا النادي الأهلي سواء من لعيبة نص الملعب أو خط الظهر دفاعيا لعيبه النادي الاهلي كانوا منظمين بشكل كبير جدا. ايه اللي كان النادي الاهلي بيفتقده مع انه كان بادئ في الشوط الاول بضغط عالي وضغط متقدم ورتم سريع في اللعب واستخلاص للكره بسرعه وشراسه هجوميه، لكن كان في نوع من انواع العشوائيه في التدعيم بالناحيه الهجوميه. غير العشوائيه كان بيعتمد على جانب واحد فقط في التدعيم بالناحية الهجومية، وهو ناحية الشمال. علي معلول، ثنائية علي معلول واحمد عبد القادر اللي قدم ماتش، مقارنة بين ان احمد عبد القادر كان بعيد لفترة كبيرة جدا ويقدم المستوى ده فنيا ومهاريا، لا احمد عبد القادر قدم مستوى كويس بعيدا عن الفرصة اللي جات له. فالناحيه الشمال ده الجانب اللي كان بيعتمد عليه النادي الاهلي النهارده هجوميا، وده يرجع برضو لخطأ لمارسيل كولر.
قلنا ثنائيه علي معلول مع احمد عبد القادر، وشويه عمرو السوليه في الشوط الاول كان بيساهم في الناحيه دي هجوميا مع علي معلول ومع احمد عبد القادر. النهارده مارسيل كولر بادئ برضو ناحيه اليمين برضا سليم، وكلنا عارفين خطوره رضا سليم بتكون في الناحيه الشمال. جرب طاهر محمد طاهر قبل كده ناحيه اليمين وادى. وعندي بيرسي تاو وعندي كريم فؤاد، يعني عندك بيرسي تاو وعندك كريم فؤاد وعندك طاهر محمد طاهر، الثلاثه يقدروا يأدوا الناحيه الهجوميه ناحيه اليمين، ودي مراكزهم الطبيعيين. المراكز الطبيعيه بالنسبه لبيرسي تاو وبالنسبه لكريم فؤاد. وبيرسي تاو لو كان نزل من بدايه الشوط الاول كان هيفرق بشكل كبير. كلنا شفنا بيرسي تاو راجع من اصابه وقدم مستوى مميز جدا. بيرسي تاو لعيب، هو ده اللي اقدر اقول عليه لعيب فعلا بلغه الكوره. ما بيع خطوره بيرسي تاو دايما في ادواره اللامركزيه، مش معتمد ان انا بس ناحيه اليمين وبجري والعرضيه اللي بعملها او مفيش الكلام ده. تحس ان بيرسي تاو ده شادو سترايكر، انا اقدر استفيد من بيرسي تاو انه شادو سترايكر. ده غير خطوره بيرسي تاو لما بينزل للعمق في نص الملعب واختراقاته من العمق، وبيعرف ازاي يختار المساحات اللي يتحرك فيها، وبيعرف ازاي يفتح المساحات، وعنده حلول فرديه. هو ده لعيب الكوره اللي انا اعرفه، هو ده لعيب الكوره اللي يفيدني، مش لعيب الكوره اللي حافظ مش فاهم وامكانياته على قده ومستني لحد اما الكوره تجيله والكلام ده. هو ده لعيب الكوره اللي بيعرف ازاي يختار المساحات اللي يتحرك فيها، وعنده حلول فرديه وفي ادوار لا مركزيه، وتحركاته اللي بيقوم بيها ده بيدربك حسابات اي خصم. وده اللي كان بيفتقده برضو النادي الاهلي، غير العوامل الفنيه اللي اتكلمنا فيها اللي النادي الاهلي اداها بشكل كويس في الشوط الاول. كان في ضغط عالي، كان في ضغط متقدم، كان في رتم سريع، كان في استخلاص للكره بسرعه، لكن كان في عشوائيه وما كانش فيه تنوع في اللعب واختراقات وفتح مساحات في الشوط الاول. بدات شويه في الشوط الثاني لما نزل بيرسي تاو، ده اللي كان النادي الاهلي بيفتقده، التنوع في اللعب والاختراقات وفتح المساحات من العمق، وان انا اعمل زياده عدديه مع الوينجين بتوعي والحلول الفرديه. دي برضو من اهم العوامل الفنيه اللي كان بيفتقدها النادي الاهلي النهارده. اكرم توفيق قدم ماتش دفاعيا على اعلى مستوى، واحمد نبيل كوكا نفس الكلام، وعمرو السوليه. لكن برضو في حاجه في منتهى الخطوره، يظل النادي الاهلي بيفتقد اللعيب اللي هو مركز 8 او مركز 10 اللي في نص الملعب، اللي بيقدر زي يعمل الكلام اللي بنقول عليه الاختراقات وفتح المساحات. مين اللعيب اللي بيعمل كده؟ بنتمنى له الشفاء العاجل، وباذن الله يتعافى سريعا ويقدر يرجع المشاركه مع النادي الاهلي، وباذن الله يشارك مع النادي الاهلي في ماتش العوده في القاهره. وما أدراك ما القاهرة، وما أدراك ما المارد الأهلاوي. 50,000 مارد أهلاوي، 50,000 مشجع أهلاوي هيكونوا في ماتش العودة قدام فريق مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة اللي جاي بإذن الله الساعة 9 مساء. مين اللاعب اللي بيقدر يعمل الكلام ده في النادي الأهلي؟ ولما جه النادي الأهلي كان وشه قدم السعد وخير على النادي الاهلي، هو امام جريندايزر، امام عاشور. امام عاشور ده ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، لعيب جوكر، لعيب بقى في نص الملعب بيلعب 6 وبيلعب 8 وبيلعب 10 وبيهاجم وبيدافع، وتلاقيه على الاطراف، وتلاقي انا عايز اللعيب اللي زي ده. هو ده لعيب الكوره. الكوره مش سرعه وقوه، احنا ما بنشيلش طوب، هي مش نقله زلط ورمله هنطلعها. الكوره مش كده، مش عافيه. انا عايز اللعيب اللي عنده زي ما قلنا حلول فرديه، بيعرف يعدي 1 على 1 1 على 2، ومميز جدا ومهاريا، وبيعرف يختار المساحات اللي يتحرك فيها، وبيعرف يهرب من الرقابه اللي عليه. هو ده لعيب الكوره. ما ينفعش اعتمد بس، ما ينفعش يبقى عندي لعيب واحد هو اللي بيقوم لي بالمهام دي. انا بتكلم في نص الملعب، ده بالنسبه لامام عاشور. ناحيه اليمين عندك بيرسي تاو بيقدر يقوم بالكلام ده، عندك كريم فؤاد بيقدر يقوم بالكلام ده، ناحيه الشمال عندك رضا سليم بيقدر يقوم بالكلام ده، احمد عبد القادر، وشويه طاهر محمد طاهر.
هو ده اللعيب اللي بيصنع الفارق، اللاعب اللي هو عنده القدره المهاريه والفنيه واختار المساحات وبيعرف يهرب من الرقابه. هو ده اللعيب اللي بيصنع الفارق في اي فريق خلقه ربنا. النهارده النادي الاهلي لو معاه مثلا لعيب زي احمد القندوسي كان هيفرق بشكل كبير جدا، وكان هيقدر يعوض غياب امام عاشور. احيانا كنت بشوف عمرو السولية بيعمل المهام دي والزياده العدديه من العمق والتدعيم بالناحيه الهجوميه وفتح المساحات والتسديدات من بره ال 18، لكن عمرو السولية بقاله فتره كبيره جدا ما بيقومش بالادوار الهجوميه دي. لكن على مستوى الدفاع قدر لعيبه نص الملعب النهارده يقوموا بالادوار الدفاعيه، وشفنا ده يبقى ده كده خطأ مارسيل كولر من البدايه انه ما بدأش ببيرسي تاو او لعيب زي كريم فؤاد. شفنا الشوط الثاني رضا سليم طلع، بيرسي تاو نزل، واكرم توفيق تغيير للاصابه ونزول محمود متولي، وبرده تغيير احمد نبيل كوكا للاصابه ونزول محمد مجدي قفشه. ومحمد مجدي قفشه من اللعيبه اللي برده عندهم الحلول الفرديه والهروب من الرقابه والمهاره، وبيعرف ازاي يختار المساحات اللي يتحرك فيها والاسيستات المؤثره وكل الكلام ده. كان لازم برضو استفيد محمد مجدي قفشه وبيرسي تاو من البدايه وبرضا سليم ناحيه الشمال. وممكن استغل برضو غير محمد مجدي قفشه في نص الملعب هو يقدر يقوم بالادوار دي، كنت ممكن بيرسي تاو رضا سليم احمد عبد القادر العبه 10 يقدر يقوم بالادوار دي، وهيبقى عامل ثنائيه قويه جدا، ثلاثيه مش ثنائيه، مع رضا سليم ومع علي معلول، كانت هتبقى جبهه قويه جدا. ده بالنسبه للايجابيات والسلبيات في ماتش النهارده. لكن نتيجه ان النادي الاهلي يتعادل بره ارضه قدام فريق مازيمبي الكونغولي النهارده دي نتيجه ايجابيه، عشان كده قلت النادي الاهلي بيضع قدما في نهائي دوري ابطال افريقيا، وباذن الله النادي الاهلي يكون موفق في ماتش العوده، وباذن الله النادي الاهلي يتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا ويكون اللقب رقم 12 للنادي الاهلي. وقبل ما اختم عاوز اشيد بدور الحارس الواعد المتالق اللي ثبت نفسه كلاكيت مليار مره، واللي دايما بيكسب ثقه جماهير النادي الاهلي، اللي ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله لحد دلوقتي عامل كلين شيت مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا وما دخلش فيه اي اهداف اوفى. مصطفى شوبير، النادي الاهلي ربنا يكرمه باذن الله وياخدوا البطوله. مصطفى شوبير هيبقى احد الاسباب الرئيسيه والاساسيه ان النادي الاهلي ياخد اللقب رقم 12 في دوري ابطال افريقيا. مصطفى شوبير في كل ماتش في افريقيا بيثبت نفسه، النهارده شايل 3 أو 4 فرص اهداف مؤكدين. النهارده مفيش غير كورتين للنادي الاهلي هم يعتبر نقول عليهم هم دول الكورت او 3 فرصتين مؤكدين لوسام ابو علي، وبالذات الكره اللي في اول الماتش الجوان مؤكده، والكوره بتاعت عبد القادر اللي هي في الشوط الثاني. عشان كده قلت برضو من اهم العوامل ان انا استغل اشباه وانصاف الفرص مش بس الفرص المؤكده. النهارده لو كان النادي الاهلي حتى 1-0 كان هتبقى خلاص بنسبه كبيره جدا، بنسبه 80% حسم تاهله لنهائي دوري ابطال افريقيا. لكن في النهايه قدر الله ما شاء فعل، وباذن الله لعيبه النادي الاهلي رجاله يحققوا المكسب في ماتش العوده. حبايبي واخواتي، لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في كومنت. سلام.